يا بابا، يا ماما، في أسئلة بتوجع، مش علشان صعبة ولا علشان مش عارف أجاوب، بس علشان بحس إني مش كفاية لما بتتسألني. إنت ليه كده؟ إمتى هتعقل؟ هتفضل فاشل كده لحد إمتى؟ مش ناوي تطلع راجل؟ كل سؤال من دول مش بس كسرني، ده خلاني أشك في نفسي وأفكر، هو أنا فعلا مش نافع؟ هو أنا عبء؟ هو أنا مش كفاية ليكم؟ أنا يمكن ما بردش، بس كل حرف من السؤال بيطبع علامة جوه قلبي، علامة مش بتروح. أنا مش آلة رد، أنا بني آدم صغير عنده قلب حساس وخيال واسع، وأي كلمة بتترمي عليا بتتحول لفكرة بتعيش معايا سنين. الأسئلة اللي بتتقال في ثانية بتفضل في دماغي شهور، وساعات بتغير طريقتي وبتخلي شكلي قدام نفسي مش حلو. ليه دايما تسألوني انت ليه مش زي فلان؟ طب ليه محدش سألني انت بتحب ايه؟ ايه اللي بيريحك؟ ايه اللي مضايقك؟ ليه دايما بتهزقوني بأسئلة مش بتهدوني بكلام؟ ليه بتحاولوا تحفزوني بالقسوة مش بالحب؟ هو أنا مش أستحق طبطبة زي اللي بتدوها للناس؟ ولا عشان أنا ابنكم مسموح تكسروني؟ أنا مش ضد الأسئلة، بس ضد اللي يخليني أشك في نفسي، ضد اللي يخليني أبص في المراية ومش أحب اللي بشوفه. أنا نفسي لما أغلط تسألوني ليه عملت كده، مش أنت غبي. نفسكم تفهموني مش تحاكموني. الأسئلة اللي بتوجع مش بتعلمني، بتبعدني وبتقلل ثقتي في نفسي. أنا محتاج سؤال واحد بس حقيقي، أنت عامل إيه بجد؟ حاسس بإيه؟ عايز تقول حاجة؟ ساعتها أنا هقول وهتكلم، ويمكن حتى أعيط، بس هحس إني مسموعة. أنا عايز أبقى أفضل، بس مش تحت ضغط. عايز أنجح، بس مش وأنا حاسس إني ولا حاجة. فكروا قبل ما تسألوني، الكلمة بتفرق، والنبرة بتفرق، والتوقيت بيفرق. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي دايما بيمثل إنه تمام، اللي بيضحك علشان ما يبانش تعبان، وبيتكلم كتير علشان يخبي اللي ساكت جواه.